جماعه اكيد انتوا لاحظتوا من فلوجاتي وكده مش بصور نفسي خالص وانا بصلي كده. زي ما قلت لكم انا صراحه مش بحب ان انا اصور، ممكن في المستقبل اصور مره او مرتين، لكن الصراحه حاليا مش حابه الموضوع ان انا اعمله خالص يعني. اشكروني بعدين، اشكروني بعدين ان انا بصور لكم اهو بزوايا مختلفه في البيت وكده عشان ما تزهقوش. ان شاء الله زي ما قلت لكم اجازه نص السنه لان انا دلوقتي مشغوله وبذاكر وكده، هطور من مونتاجي كتير قوي وهيبقى الفيديو شكله احترافي اكفي. وده اللي صراحه موقفني ان انا اصور افكار اكتر، ان انا عايزه جوده الفيديو تبقى احسن. مستنيه ان شاء الله لما اتعلم مونتاج احسن ويبقى الفيديو شكله احترافي اكتر عشان اعمل الافكار دي وتبقى الفيديو كده حلو. جغرافيا تمام، درس وفاضلي برضو في التاريخ هذاكره يعني الاسبوع ده درسين تقريبا. في عصر في علم النفس المفروض عليا درسين دوافع السلوك. الإنساني وبعد كده الانفعالات. ده في ايه؟ في علم النفس. اخلص كل الدروس دي وكده اكون خلصت كل الدروس اللي عليا في الشهر ده، بحيث ان انا لما يجي امتحان الشهر يدوب هرجع على طول. النهارده هنعمل ايه؟ النهارده هي اخر حصه في السنه، مبروك خلاص. من اول الاسبوع القادم ان شاء الله بدايه من تاريخ 15/12 سيادتك احنا هنبدا عندنا المراجعه، فينال النهايه. خلاص شكرا، انا كده خلصت منهجي. بص اهو انا خلصت. ان انا اتكلم في موضوع كده عايزه اقول لكم عليه، عايزه اقول لاي حد بيتابعني او لسه هيتابعني، يا جماعه انتوا مش هتندموا ابدا ان انتوا تابعتوني، لان انا ان شاء الله عندي استعداد. واي حد يا جماعه، مش انا بشرت انا بس، اي حد عنده استعداد ان هو يشتغل على قناته ويكبرها وتبقى حاجه كبيره هيقدر يعمل كده. فان شاء الله قناتي تبقى باذن الله من القنوات الكبيره يعني بجوده كويسه، ولكن طبعا هحاول ان انا برضو انوع شويه بحيث انه ما يبقاش فيه زهق او ملل كده في القناه. شفت نفسك كده في رمضان قبل الفطار وانت حاطط ازازه الخروب واللي هيقرب مني هقطعه؟ ده معناه ان انت عندك ايه الاولويه، العطش ولا الجوع؟ طبعا العطش. كان اخر فلوج النهارده. عايزه اقول لكم حاجه بس قبل ما اقفل فلوج النهارده، انا نزلت صور على الانستجرام حلوه قوي ونزلت ريلزين حلوين جدا، فبتمنى انتوا تعملوا لي فولو هناك. وبس كده، باي باي.